في ألعاب لما بدفع فيها فلوس بحس إن كل جنيه دفعته كان في مكانه، ولعبة النهاردة تستاهل كل قرش ويمكن أكتر كمان. وأنا هنا كلامي على لعبة Resident Evil Requiem اللي أنا قفلتها وجاي أقول لك تجربتي ليها. معاك منتصر من جيمز أرك، لايك وشير وسبسكرايب وتعال نشوف اللعبة دي بتقول ايه. خلينا زي ما تعودنا في مراجعتنا نقسم المراجعة لثلاث أجزاء. أول جزء هيكون عن القصة، وتاني جزء هيكون عن الجيم بلاي، وتالت جزء هيكون عن الجرافيك. وقبل ما ابتدي المراجعة حبيت بس أقولك إن الجزء ده من Resident Evil هو واحد من أمتع أجزاء السلسلة. عارف إنك هتقول عليا إني مبتديها تطبيل، بس صدقني اللعبة ممتعة جدا إلى أبعد الحدود، وأتمنى إن مراجعتي ليها تحمسك إنك تشتريها وتجربها. أول حاجة هتكلم عنها القصة. المرة دي بتحكي عن جريس أشكروفت اللي شغالة في مكتب ال FBI، واللي بتروح تحقق في جريمة قتل حصلت في نفس الفندق اللي أمها ماتت فيه. وفي نفس الخط الزمني لقصتها بيكون ليون كينيدي بيحقق في سلسلة جرائم حصلت برضه، ولكن بيجيله بلاغ إن في ضابط في ال FBI اتخطف، وعلشان كده بيبتدي يمشي ورا القصة دي. وطبعا اللي اتخطفت دي كانت جريس، اللي فيه دكتور خطفها لأنه شايف إنها مفتاح للغز كبير جدا هيفيد خطته الشريرة. بس يا سيدي من هنا بتبتدي قصة جريس وليون في فهم اللغز اللي هم اتحطوا فيه هما الاتنين. وندخل على تاني جزء في مراجعتنا وهو الجيم بلاي. بس عايزك بقى تجيب كوباية الشاي وتيجي علشان احكي لك على واحد من اجمل وامتع الجيم بلاي اللي هتشوفها في حياتك. اولا كده وقبل كل حاجة، مصممين اللعبة عملوا خطة في منتهى الذكاء، وهي ان هم شافوا ايه اكتر اجزاء نجحت في السلسلة وقاموا ضاربينها كده مع بعض وعملوا ميكس جميل جدا. يعني مثلا لو انت بتحب بايو هازارد وفيلج، طيب يا سيدي حاضر، وبتحب كمان الجزء الرابع، طيب حاضر، هات بقى كل ده علشان هعمل لك منهم لعبة واحدة. وبالفعل المطورين حطوا المنظور الأول والثالث في اللعبة، وعلشان كمان هم ناس طيبين فبيدوا لك نصيحة في أول اللعبة